الحمد لله حق حمده. الحمد لله حمدا كثيرا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي جعل رمضان سيد الشهور وضاعف فيه الحسنات والأجور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البشير النذير. أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله ولزوم أوامره وكثرة مخافته، فإن التقوى شعار المسلمين ودثار المتقين، وهي وصية الله تعالى في الأولين والآخرين، إذ يقول الجليل في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا عباد الله، يقول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أيها المؤمنون، كان إذا أقبل رمضان على المسلمين كما روي في مسند الإمام أحمد والذي صححه الألباني رحمه الله، أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. رمضان أيها الأكارم شهر الرجوع إلى الله، شهر الأوبة، شهر التوبة النصوح. ففي كل رمضان ترى أفواجا وأفواجا من العاصين والمقصرين يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين يقبلون على الطاعة ينقسمون إلى قسمين: قسم لا حظ لهم في رمضان إلا ما منعوا أنفسهم عن الحرام طوال الشهر، فإذا انقضى رمضان عادوا على الحرام وارتكبوا الآثام وازدادوا ليعوضوا ما فاتهم من شهوات مع مطلع أول يوم من أيام شهر شوال.
وهؤلاء ربما هم المعنيون بالحديث المشهور: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا النصب والتعب. وقسم ثان وهم الأقل، وقسم ثان وهم أقل عددا من القسم الأول تابوا وصدقوا في توبتهم وحققوا شروطها. فالتوبة النصوح التي أمرنا الله بها بقوله: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. تتحقق هذه التوبة أيها الأكارم بشروط. الشرط الأول أو الركن الأول الندم على فعل المعصية، الندم على فعل المعصية، سواء كانت هذه المعصية فعل محرم أو كانت هذه المعصية ترك واجب أمر الله به وألزمه على العباد. فأهم ركن في التوبة الندم كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم: الندم التوبة. وهذا يشرح حديث الحج عرفة. ليس معناه أنه اللي يقف في صعيد عرفة قد حقق الحج وأكمل الحج، لا، ولكن أهم ركن في أركان الحج الوقوف في صعيد عرفة. كذلك أهم ركن وأهم شرط في التوبة الندم، هذا أهم شيء، الندم. فلا يسمى تائبا من ترك الذنب لأنها تؤثر على جاهه وسمعته بين الناس، ويقول في نفسه: ماذا يقول عن الناس؟ يقولون أبو فلان مفطر والناس صايمة. وكذلك تقول فلان: ماذا يقول عن الناس؟ الناس تصوم وأنا مفطرة، أنا أصوم مع الناس. هذا لا يعد ندما. وكذلك لا يسمى تائبا من ترك الذنوب في رمضان بنية حفظ صحته وقوته، وهذا كمن ترك الزنا والفاحشة خوفا من الأمراض المعدية. لم يكن ندم وخوف من الله سبحانه وتعالى. كذلك لا يسمى تائبا من ترك أخذ الرشوة في الدوائر الرسمية لأنه خاف من هيئة مكافحة الرشوة ولم يكن خوفه من الله وانتهاكا لحرمة هذا الشهر. هذا لا يسمى تائبا ولا يسمى نادما ندما صحيحا. ولا يسمى تائبا من ترك المعاصي وشرب الخمر والزنا وغيرها بسبب الإفلاس، يعني فلس. يعني عرف واحد كان حشاكم سرسري تعبان بشكل، قيل يوم من الأيام قد تاب، هذا الشخص تاب، التجأ إلى المساجد. قلت لهم: لا تحكموا عليه بالتوبة حتى نرى. فهذا السبب اللي جعل يلتجئ إلى المساجد أنه السيارة مالته سرقت، يرجع تاريخها قبل أكثر من 30 سنة، سيارته سرقت، فالتجأ وين؟ إلى المساجد يدعو الله.
أنا كنت أظن أنه هذا الرجل يعني يدعو الله تبارك وتعالى ندما على الذنوب والمعاصي اللي كان يرتكبها والحماقات والظلم، لكن الظاهر الرجل كان يدعي على مود الله يرجع له السيارة مالته، وبعد أشهر فعلا رجعت السيارة مالته وترك المسجد. إذن أيها الأكارم لا بد من الندم والتأسف على المعصية، لأنها تغضب الله ويترتب عليها عقاب العزيز الحكيم. شنو الفرق بين آدم وبين إبليس عليه لعنة الله؟ شنو الفرق بين آدم أبوكم آدم عليه السلام نبي الله آدم، وبين إبليس؟ هذا عصى وهذا عصى، اثنينهم عصوا الله تبارك وتعالى. لكن الفرق بين الأول والثاني أنه آدم ندم ندامة حقيقية. إبليس ما تندم بل بدأ يكابر، ولهذا الله لعنه، وهذا الله تبارك وتعالى فتح عليه بكلمات توسل بها فتاب الله عليه. لما رأى منه الندم، إذا أنت عندك ندم صادق من أعماق قلبك، الله تبارك وتعالى راح يفتح عليك بكلمات راح تقولها والله يتوب عليك، لأن الله إذا ما تاب عليك ترى أنت ما تتوب، فتاب الله عليهم ليتوبوا، فالتوبة من الله. أنت عليك الندم، تتندم وتنكسر بين يدي الله، والله هو راح يفتح عليك بكلمات راح تقولها والله تبارك وتعالى يتوب عليك. وكم منا من تاب في رمضان، وأنا من ضمن الناس الذين التجأوا وتابوا إلى الله في رمضان. نعم، الركن الثاني الإقلاع عن المعصية، وإلا فما فائدة الندم إذا لم يلحقه إقلاع عن المعصية واستغفار. قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا. نعم، موطن الشاهد: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن الإقلاع عن المعصية. نسمع كثير من الناس عنده ندم، تراه عنده ندم، لكن ندمه ناقص كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، يقول: والله أنا نادم على المعصية الفلانية أو على تركي للصلاة، ولكن تراه لا يقلع عن المعصية ولا يباشر في إقام الصلاة. فهل هذا تنفعه تلك الندامة؟ بل هذه الندامة ستعقبها ندامة أكبر. إن كان اليوم يعض على أصبعه فغدا سيعض على يديه، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. هذا الصاحب لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. نعم أيها الأكارم، ومن المعلوم أن اثنان لا تنفعهم التوبة، اثنين ما تنفعهم التوبة. منو اللي ما تنفعهم التوبة؟ اللي ما تنفعهم التوبة قبل أن يأتيهم الموت ويتوبون الله سبحانه وتعالى اثنين. الله تعالى يقول في كتابه العزيز: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا جاء أحدهم الموت، من شاف ملائكة الموت قال: إني تبت الآن. هذا ما له توبة. ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وكذلك الكافر لا توبة له. إذن العاصي المقيم على معاصيه لا يتوب إلا إذا رأى الملائكة لا تنفعه التوبة. اللي يشوف ملائكة العذاب وهناك يقول: أنا تبت الله تبارك وتعالى، هذا ما تنفع. هذا حال فرعون، ما تنفعه التوبة. إنما التوبة مفتوحة على مصراعيها، باب التوبة مفتوح
على مصراعيه ما لم تطلع الشمس من مغربها وما لم يغرغر العبد. ولكن اعلم يا هداك الله واعلم يا هداك الله أن الندم والإقلاع لا يتم ولا يكتمل إلا بإرجاع الحقوق إلى أصحابها أو يجعلوك في حل منها، وإلا أصبحت غدا من المفلسين الذين سيؤخذ من حسناتهم لحسنات من ظلموهم. فإن لم يكن له حسنات ألقي عليه من سيئات المظلوم، فحمل سيئاته وسيئات من ظلمه على ظهره. عافانا الله وإياكم. أقول ما تسمعون، أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين. الحمد لله وكفى، وصلاة الله وسلامه على الهادي المصطفى وعلى آله أتباعه السائرين على هديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها البقية الباقية من أمة الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم، الركن الثالث أو الشرط الثالث من شروط صحة التوبة العزم على عدم العودة إلى تلك المعصية مستقبلا. العزم على عدم العودة إلى المعصية مستقبلا، لا في رمضان ولا ما بعد رمضان، بل تعزم على عدم المعصية أو على عدم الرجوع إلى المعصية أبدا لتكون خالدا في الجنة أبدا. عباد الله، أذكركم بأقصر قصة ذكرتها مرارا، تتكون من 6 كلمات. قال: أتوب غدا، نام ولم يستيقظ. هذه أقصر قصة مؤلمة. قال: أتوب غدا، نام ولم يستيقظ. إذن شروط التوبة أيها المؤمنون باختصار شديد: الندم على فعل المعصية حتى يحزن على فعلها ويتمنى لو لم يفعلها. ثانيا، الإقلاع عن المعصية فورا، فإن كانت في حق الله تركها، وإن كانت في حق المخلوق تحلل من صاحبها، ويكون ذلك بردها إليه أو بطلب المسامحة منه. ثالثا، العزم على أن لا يعود إلى تلك المعصية مستقبلا، ويكره العودة إليها كما يكره أن يلقى في النار. نبهني الله وإياكم من نومة الغافلين، وحشرني الله وإياكم تحت لواء سيد المرسلين. اللهم يا ربنا يا أرحم الراحمين، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تتب علينا وتغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على صيام رمضان وعلى قيامه برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا بعيدا عن أهله إلا بالخير إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين.
عباد الله اتقوا الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. وأقم الصلاة.